السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل الاسبونش الاتنين بيضة. كده معايا بيضتين اهما، نسمي الله ونصلي على الرسول. دول 2 بيضة خارجين من التلاجة ساقعين، يعني لازم يبقوا ساقعين عشان يدوكي نتيجة حلوة. نص كوباية سكر، بس يكون السكر يعني ايه اللي هو الحبيبات، بس يكون مش خشن اوي. رشة فانيليا، واحط كوباية وربع دقيق. بعد كده هقول لكم بالجرامات، عشان في ناس علقت لي وقالت لي قولي بالجرامات، فانا بحب شغل الكوبايه، بس عشان الناس برضو ما تزعلش مني فبعد كده هقول لهم بالجرام وكده وبالكوبايه. حطيت معلقه نشا ومعلقه صغيره بيكنج باودر. احط بقى ميه متلجه، ربع كوبايه ميه متلجه، واحط اللهم صل على النبي معلقه محسن مش مليانه، يعني معلقه حلوه، ولا مليانه اوي ولا ناقصه اوي. هضربهم بقى على سرعة عالية. هحط المية شوية بشوية كده عشان الخليط يعلى معي. المقادير الاتنين بيضة ده احطهم في صينية صغيرة، اللي هي اصغر حاجة في الطقم المستطيل. شايفين بقى القوام عامل ازاي ما شاء الله. المية المتلجة مع البيض والمحسن برضو بيبقى ساقع خارج من التلاجة، بيديكي نتيجة حلوة اوي. الصينية دي مقاس 15 في 20، اصغر صينية في الطقم. الطقم المستطيل اللي عندك بتبقى دي اصغر صينية. هقول لكم برضه انا بعتها بكام، طلعتها بكام يعني. خلاص بقى كده انا فضيت النص الابيض، عشان انا هعمل التورتيه دي نص ونص. حطيت الابيض وحطيت بقى معلقه كاكاو كده كبيره مليانه كاكاو خام على النص التاني. هسوي بقى النص ده كده عمال ما النص التاني يتضرب شويه بقى بالكاكاو. وانا مولعه الفرن طبعا على درجه حراره 180. بتحطيه في الشبكه اللي في النص، وما بتفتحيش عليه خالص غير بعد 30 دقيقه. بتختبريه بقى بخله كده، لو لقيتيه لسه تسيبيه. بعد ما بيستوي ما بتطلعوش من الفرن، بتطفي الفرن وتقفليه وتسيبيه في قلب الفرن عشان ما يهبطش منك، لان ما بيطلع من الفرن او فتحت عليه الفرن ولسه سخن فالسبونج بيهبط. الدقيق العادي طبعا انا شغاله بيه، لان انا بشتغل زي ما قلت لكم شغل كتير، فالدقيق العادي بيديني نتيجه احسن واوفر معايا. ده بقى زي ما انتوا شايفين اهوت ما شاء الله. الاسبونج طالع 3 طبقات ما شاء الله، طبقتين رقم 9، والطبقة التانية ما شاء الله عالية وحلو، يعني رقم 8. هقول لكم برضو كده على كل حاجة على قد ما اقدر في الفيديو، عشان انا بنسى يا جماعة، محدش يزعل مني لو نسيت ان انا اقول حاجة. ضربت الكريمة على كوباية ونص مية على كوباية كريمة، ومعلقة بستر مليانة كريم بستر، واللهم صل على النبي، ونص كوباية سكر. برضو السكر ما يبقاش خشن قوي، والسكر بتاعنا العادي، بس حاولوا تجيبوه ناعم ايه مش خشن عشان ما يبانش في الكريم. انا بدوب الكريمه البستر والسكر والميه الاول، بحط كوبايه ونص ميه متلجه، وبعد كده الكريمه بحطها اخر حاجه اما يكون السكر ايه داب معايا شويه. هحط بقى صوص فراوله كده على الجزء الابيض. ارتفاع التورتيه بسم الله ما شاء الله حلوه قوي، وما بتتذوق بقى وبتحط لها الكريمه كده الحجم بتاعها بيكبر وبتعلى، وما شاء الله بتبقى عاجبه العميل قوي، بالذات التورتيه دي اللي هي ب2 بيضه دي شغاله بها شغل حلو. حاولي بقى ما تخليش في الصيف بقى الكريمه خفيفه، لان طبعا في الصيف الكريمه بتسيح منك، ولو ما تركناها شويه ارجعي اضربها في المضرب تاني عشان بتقطع وبتسيح. السبونج ما شاء الله مش مستحمل، شايفين عامل ازاي طري خالص، ولا مفرول ولا اي حاجه. عامله ب2 بيضه يعني اقتصادي خالص. انا بجلس بقى الجناب الاول كده عشان لو في حاجه متفرفته ولا حاجه، وبعد كده بقى برجع اكمل تجليس. بس طبعا الرخامه عندي صغيره فمش موضحه لكم كويس، لان غصب عني الرخامه ضيقه، فانا مش عارفه برضو ايه اتحكم فيها كويس. عملت البني كده الاول، وبعد كده هعمل الابيض. لو عجبكم بقى الفيديو يا جماعه ما تنسونيش باللايك وتعليق حلو كده. احط بقى الجزء الابيض. انا بحب اشتغل بالكريمه البيضاء احسن من البني، بحس اللي هي متماسكه كده وحلوه وسهله في الشغل عن الكريمه البني.
في حد كتبلي قال ان انت بتبقي مسرعه الفيديو اوي. طب انا هفهم ايه؟ انا مبطئه على قد ما اقدر لان الفيديو بيبقى مدته طويله، وانا مش بحب الفيديوهات اللي مدتها طويله عشان الناس ما تزهقش منها. فانا بطأته على قد ما اقدر. وانا بجلس قالت لي انا انت بتجلسي على طول وانا مش فاهمه حاجه. هو التجليس سهل اول ما بتشتغلي بس، وبعد كده بايدك بتتعود عليه وبيبقى سهل معاكي خالص. خلاص بقى هسوي كده بالاسباتيولا او السكرابر اللي هو المشرشر، هسوي بيه. بحب اشتغل بيه قوي لان هو بيسوي لي التورته وبيظبطها لي، بشتغل بيه على طول زي ما انتوا شايفين اهو. مش عارفه بقى هو مش طالع مش باين لان زي ما قلت لكم اللمسه اللي على النبي الرخامه عندي ضيقه. ما شاء الله الارتفاع بتاعها حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده، ارتفاعها جميل. 3 طبقات حلوين قوي و2 بيضة. يعني لو انت عاوزه تعملها في البيت عندك مش مكلفه خالص. طبعا كانت مطلوبة بصورة، فانا قصيت في الاخر بقى وانا بزوقها وكده، قصيت منها كتير لاني نسيت ان انا احط على الصورة اي حاجة، فما كنتش عارفة خالص. قلت مش هنزله. بعد كده حاولت ان انا اقطع منه كده حاجات عشان الصورة ما تبانش، لاني لازم نحترم رأي الناس. هي مش عاوزة الصورة تبان، فانا طبعا حطيت عليها حاجة على قد ما اقدر. سبت الفيديو كده، يعني قصيت منه اجزاء صغيرة كده وانا بلف بحط الدربات والحاجات دي. لكن انا ما فضلت معاكم الاهم خطوة اللي احنا اللي هي بتاعت التجليس. كانت الصورة بعجينة السكر، طلبتها مني بعجينة السكر. فانا طلعت التورتية بقى بالصورة ب250 جنيه، لكن لوحدها ب180. يعني لو هي هطلعها لوحدها هطلعها ب180 جنيه. بالصورة بطلعها ب250، لان الصورة طبعا بتبقى غالية في حدود 70-60 حسب المكان اللي انت فيه. كده حطيت الدربات اللي هي اللمسة اللي عنا بالشوكولاتة. هحط بقى اللي هي صوص المانجا كده. لحد كده انا مقصتش من الفيديو حاجة، بس طبعا لما اجي احط الصورة فهقص بقى منه وانا بحط الروزوتات وكده. هحاول اسيب منه حتة يعني تشوفوها. بس طبعا انا نسيت خالص. انا كده هدهن الصورة لمسة اللي على النبي، اسيح شوكولاتة بيضة وادهنها. مفروض بقى كده لما كنت حطيت الصورة كنت حطيت ورقة كده فوقها وخلاص، وكنتش قطعت حاجة من الفيديو، بس انا طبعا نسيت. تسلكيها بقى بالراحه كده لانها بتبقى يعني هي ما كانتش نشفت، كانت عاملاها لي على طول، فما كانتش لازم تنشف تقعد ساعه ولا حاجه عمال ما تنشف. فانت حاولي تسيسيها كده شويه. خلاص بقى كده انا هدهنها بقى شوكولاته بيضه زي ما قلت لكم. انا مسيحاها كده وبدهنها كلها شوكولاته بيضه اهي بالفرشه كده، بس بالراحه طبعا لانها بتبقى حساسه اوي اللي هي بالسكر دي. كده بقى انا حطيت الصورة اهي. طبعا انا ابتديت ان انا اقطع بقى من الفيديو كده عشان خاطر الصورة. انا بضغط عليها بالراحة ضغطة بسيطة كده بس عشان ما تقبش من النص. فبضغط عليها بالراحة خالص كده وبالراحة عشان ما تتلحوس منك. خلاص بقى كده انا احط الريزوتات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. كانت التزيين بتاعها رقيق قوي وكانت جميلة قوي. ما كانش فيها شغل كتير، هو كان الشغل ده بس. واحط بقى عليها كريسبي اللهم صل على النبي فضي وخلاص. على كده هحزمها من الجناب زي ما انتوا شايفين. وده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم، واستنوني بقى ان شاء الله في فيديو جديد.